بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو تاني يا جماعة لنفس العزاء اللي اتكلمنا على ديسك الاسطوانة او حلة الاسطوانة. طبعا ركبنا وشغلنا، وبعد ما شغلنا المكنة اشتغلت عادي ومفيش اي مشكلة، لكن اللي بيحصل كالتالي. اللي كان بيحصل يا جماعة زي ما ذكرنا ان سحب المكنة عادي بقى كويس ومفيش اي مشكلة، لكن اللي حصل والعرض اللي لقيناه موجود، اللي كان بيحصل يا جماعة بعد ما ركبنا المكنة تاخد الغيار الأولاني أو سواء التاني على الغيارات العادية بتشتغل، لكن تيجي على مقبض الدبرياج لما تدوس وتعمل عملية فصل حركة المكنة ما بتفصلش. وبما ان المكنة ما بتفصلش فكده هتديك رزعة في الغيار، وهي بالفعل كانت بتدينا رزعة في عصاية الغيار ديت اثناء ما بنديلها الغيار قدام او ورا على الاولاني. بنكلمكم على العرض دلوقتي الاول على الاعراض عشان تبقوا عارفينها، لو حصل معاكم تبقى ايه، يبقى معروف ايه السبب وايه العطل. هنكرر تاني، العطل بيبقى بعد ما تدي الغيار بياخد رزعة جامدة، بيدي زعقة جامدة، زائد انه تيجي تعمل عملية فصل اثناء دوسة الدبرياج ما بيفصلش الحركة. المكنة يا دوبك بتفصل فصل ايه، فصل متقطع. هنحل الاربع مسامير ونرجع لكم وتابعونا لنهاية الفيديو. فيديو مهم يا جماعة، عشان كده ممكن تغيروا، وفي ناس ممكن تغير تروس بسبب العطل ده، عطل مهم. بتبوظها ليه يعني؟ شايف اللي احنا معديين من الشارع؟ اه متأكد؟ ركزوا معانا يا جماعة عشان ايه اللي هتشوفوه. ورقة دبرياج، ورقة دبرياج، اهو يا جماعة كده تقريبا مفيش ورقة سليمة. يعتبر هي دي الوحيدة اللي سليمة، الوحيدة يا جماعة. اهو يا جماعة طبعا نجيب لها ورقة دبرياج ونركب، وطبعا موجود فيديو بتركيب وتغيير ورقة دبرياج، ادخلوا على القناة وهتشوفوه وهتعرفوا هتعرف ازاي تركب ورقة دبرياج. كده كان فيديو النهاردة،
واعملوا لنا لايك وشير للقناة او شير للفيديو ان عجبك لأكبر عدد، وادعمنا دايما بتعليقاتك واعجابات. واللي محتاج اي حد محتاج يحل اي عطل يكلمني ويكتب لي في التعليقات. ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.